الخبز العربي، خبز العزايم، خبز المطاعم، الخبز الشامي، الخبز اللي بنعمله في الافراح، اللي الشيف بيعمله في الافراح ده، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. وكل ده بنص كيلو دقيق، كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي بنص كيلو دقيق. هنعمله من غير فرن وعلى الطاسة. مساء الفل والسعادة والورد والياسمين عليكم. شكرا لكل حبايبي ومتابعيني الغاليين اللي بيقولوا لي كلمة جميلة. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. وعاوزاكم كده تعملوا لي تعليق جميل وتعملوا لنا لايك، لان اللايك مهم جدا لانتشار الفيديو والاستمرارية. اول حاجه معايا نص كيلو دقيق، دقيق سايب او دقيق زي ما قلت قبل كده. لو هتستخدموا اكياس هيبقى عندي 3 انواع حلوين قوي. عندي اولهم الخمس نجوم، ده تحفه طبعا، دقيق جامد جدا جدا عن تجربه، جربته في الفطير وفي مخبوزات كتير جدا. دقيق 5 نجوم، او الكوثر او الضحى دقيق كويس برضو، بس اولهم الدقيق اللي هو 5 نجوم ده. تمام كده. بعد كده معايا كوبايه زبادي، ومعايا كمان نص كوبايه حليب، ومعايا ميه لو عوزنا. وممكن تعجنوا كل الكميه دي بايه؟ ممكن تعجنوها كلها كده بحليب لو عاوزين، او بميه. بس انا حابه ايه، حابه اظبط الدنيا يعني. اول حاجه معايا معلقه سكر كبيره اهو. انا حابه اعجنه بحليب وزبادي، اخليه عيش ايه يعني، عيش كده دسم وجميل كده مغذي يعني. وكمان معايا معلقتين 2 زيت كبار اهو، كله على بعضه كده ما تقلقوش. تمام. وكمان شويه الحليب اللي هم نص كوبايه، وكوبايه الزبادي. ماشي اهو. ده زبادي بلدي، استخدموا اي زبادي انتوا عاوزينه. وكمان معلقه خميره صغيره مليانه اهو كده. ماشي. ونبدا ان احنا ايه، قبل ما نعجن في الحفره اللي احنا عاملينها دي كده، ندوب بس لحد ما السكر يدوب تحت ايدنا كده. ماشي اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. السكر ده تحت ايدي خلاص. ابدا ان انا ايه بقى، ابدا ان انا اعجن الدقيق بتاعي كله كده. محتاج شويه ميه كمان. هنعمله من غير فرن عشان نسهل علينا الدنيا. وده بيبقى في الافراح، العيش ده بيبقى في الافراح، انا بشوفه في العزومات في المطاعم. عيش حلو قوي وجميل، ناس كتير بتحبه يعني. وكمان السندوتشات. هلم بس العجينه بتاعتي ونرجع نشوف احنا عملنا ايه. بصوا العجينه بتاعتي كده، شايفين اهي. بصوا بقى العجينه دي محتاجه عجن شويه، عجينه العيش دي محتاجه عجن شويه. الرخامه طبعا نظيفه وزي الفل، هننزل بيها كده شويه اهو. ماشي. العجينه بتاعتي طريه بس مش بتلزق. بصوا اهي، عايزينها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. استنى بس ايه اوضح لكم اهي. بصوا عايزينها كده. تمام. هنبدا بقى نعجن فيها شويه بالشكل ده كده. بصوا بقى رايح جاي كده اهو. انا غاسله الرخامه النهارده ومخليها زي القشطه. اعملوا لنا لايك بقى يا جماعه، وتعليق حلو ومتابعه كمان. احنا بنفضل نعجن فيها كده، هتلاقوها بقى ايه، هتاخد معانا شويه عجن بس لمده مثلا 8 دقايق 7 دقايق كده يعني، لحد ما تنعم معايا كده وتجهز. بصوا يا جماعه العجينه جهزت معايا اهو. تمام. هنعمل ايه بقى، هنسيبها هنا كده ونغطيها باي حاجه، ولما تخمر هنرجع نشتغل فيها. تمام. بصوا بقى بعد مثلا عدى نص ساعه كده، العجينه بتاعتي خمرت كده زي الفل معايا. بقى ايه يعني، هنبدر كده شويه دقيق. تمام. وهنبدا نقطع في العجينه بتاعتنا دي. ماشي. بصوا العجينه ما شاء الله، شايفين اهي.
هنزل بس على الرخامه كده اهو، وهبدا اني اقطع فيها. بصوا ده تقريبا بيبقى قد الايه، قد القرصه الطريه كده. الرغيف ده بيبقى يا دوبك قد القرصه الطريه. ماشي. هنقطعهم بقى زي ما انتم شايفين اهو. ريحه العجينه حلوه قوي على فكره، عشان فيها زبادي وفيها حليب والكلام ده كله، فريحتها حلوه قوي، وكمان عجينه هتبقى يعني مغذيه. هنقطعهم كده ماشي، ونرجع ايه نقول لكم هنعمل ايه. بصوا يا جماعه خلصتهم اهو، طلعوا 15 بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. ماشي. هنغطيهم بس كده 10 دقايق، 10 دقايق بس، وهنرجع نشتغل فيهم تاني. خلاص كده عدى ال10 دقايق تمام. فرشت حاجه زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا فرشت قماشه هنا على الرخامه كده. ماشي. وبعد كده هناخد ايه، هناخد بقى من العجين بتاعنا، من الكور بتاعتنا دي اهي، وبرده تبديره دقيق خفيفه اهو، وبرده على الوش كده، ونبدا ان احنا ايه نفردها. هتبقى قد ايه العيش ده؟ بيبقى يا دوبك زي ما قلت لكم قد الايه، قد القرصه الطريه كده. ما بيبقاش كبير يعني. ومش هنعمل واحده واحده ونخبز. انا عن نفسي بقى زي ما انتوا عارفين، بعد ما بشكله كده زي ما انتوا شايفين كده بقى ايه، بسيبه كله لانه عاوزاه يرفع تاني، يعني عايزه العيش بتاعي يرفع تاني اهو. بصوا السمك بتاعه اهو كده. وهنسيبه هنا، هنعمله كله بالشكل ده، ونرجع ايه هنخبزه بقى على البوتاجاز زي ما قلت لكم اهو. بصوا ارتاح جدا، والدقيق معايا جميل جدا جدا، الدقيق حلو قوي. بصوا دي طبعا انتوا عارفين ان دي الطاسه العجيبه العبقريه بتاعتي. تمام كده. بصوا النار بتاعتي هتبقى عاليه كده بالشكل ده اهو، يعني بصوا متوسطه، مش عايزينها عاليه قوي. الطاسه هتبقى سخنه، هنسخن. بصوا انا عملت كام رغيف اهو، عايزه اقول لكم ريحته تحفه تحفه تحفه. هناخد من اللي احنا عاملينه اللي هو الخمران ده. ماشي. الطاسه سخنه وننزل بكام واحد اهو، بس مش عايزين فيه اي دقيق من هنا كده. بسم الله اهو. بصوا اول ما يبدا يشمع على طول اقلبوه اهو كده، على طول اقلبه بالشكل ده. ماشي. وكده ايه الجمال ده؟ بصوا ايه ده، ايه ده بجد. بصوا بسم الله ما شاء الله. تعالوا ايه، بصوا الجمال يا جماعه. بصوا ولا فرن ولا مش فرن، على طول. بصوا وغيرهم اهو، وهيخلصوا في لحظه واحنا واقفين اهو. ايه رايكم في الجمال ده؟ ولو الطاسه اكبر هتاخد طبعا عدد ارغفه اكبر يعني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. في ثواني. بصوا العيش يا جماعه طالع عامل ازاي. بصوا ولا ريحته اللي تجنن، التحفه بجد خطير. بصوا ما كملناش 10 دقايق، والله العظيم ما كملنا 10 دقايق في الخبز. الخبز في لحظه في لحظه. اتمنى بقى كده تعملوا لنا لايك حلو. ده نص كيلو دقيق، انتوا شفتوني في اول الفيديو نص كيلو دقيق. عملنا بيه 15 رغيف من ده، شكله تحفه بجد، انا فرحانه بيه. تعالوا شوفوه من جوه عامل ازاي. بصوا بصوا الجمال بجد، عيش تحفه وخطير، وجربوه وحلو جدا جدا. انا فرحانه بالنتيجه. اعملوا لنا لايك ومتابعه وتعليق حلو. مع السلامه.